النهارده هعلمك اصيع طريقه تسوي بيها الستيك بتاعك، وطبعا الستيك اللي هتكون اشتريته بعد ما خدت تحويشه العمر بتاعتك، وتاخد تحويشه العمر وتروح للجزار وتقول له انا النهارده قررت اعمل الستيك، عايز حته من الربس وبالتحديد الريب اي او بيت الكلاوي او اي حته من ظهر الذبيحه ما تكونش بتتحرك فيها كتير، عشان لحمه الستيك لما بتطلع من المناطق دي بتبقى طعمها جوسي لوسي وبتدوب في البق وما بتحتاجش منك اي مجهود كبير. واول ما تحس ان الستيك خلاص وصل لدرجه حراره الغرفه، طبيعي جدا انك تلاقي عليه سوائل او بعض من الدم، فلازم ولا بد تتاكد ان احنا نجفف الستيك من كل السوائل اللي عليه بالمنديل عشان نشتغل على رواق وعلى نظافه. وطبعا سمك الستيك زي ما هو واضح قدامكم وشكل الستيك بيكون بالطريقه دي، صحيح ما فيهوش دهون كتير، لكن العلامات البيضاء اللي حوالين اللحم ده هو ده اللي بيثبت لك ان دي حته مرتاحه ورايقه تشتغل بيها ستيك. وكل اللي هتحتاجه حته الستيك دي معانا من البهارات هو الملح والفلفل الاسود فقط لا غير. وطبعا زي ما اتعلمنا من اساتذتنا ان احنا ما نحطش الكلام ده غير على التسويه فقط لا غير. يعني انا واحد من الناس كنت بحط الملح والفلفل الاسود واسيبهم يتبلوا شويه وبعدين ابدا التسويه، اتضح ان المعلومه دي غلط، المفروض ان انا ما استخدمش البهارات الا مع التسويه مباشره. وعشان نبدا تسويه الستيك نجيب اتقل طاسه عندك تتحمل الشقه، وشرط ان هي تكون ما بتلزقش معاك، ده شرط اساسي، وعلى نار عاليه جدا من غير ما نستخدم اي حاجه لحد اما تبدا الطاسه تسخن وتطلع بخارها، تبخ بخبختين من الزيت، وهنا تبدا مرحله التسويه، تسمي الله وترفع الاستيكايه بحنيه وتنزل في قلب الطاسه من غير لا حركه ولا هزهزه. هنسيبها على نفس درجه الحراره من دقيقتين ل3 دقائق، وزي ما قلت لك درجه تسويتها بتعتمد على ذوقك انت. وبعد دقيقتين 3 نقلبها على طول على الجنب التاني، تاخد نفس المده بنفس طريقه التسويه اللي عملناها على الوش الاولاني، عشان بعد دقيقتين نبدا ننزل بقطعتين 3 من الزبده، ويا ريت يكونوا صغيرين مش كبار عشان ما ياخدوش وقت وهم بيسيحوا، وننزل عليهم بالروزماري ونقلب فيهم شويه، وننزل بعديهم بفصين 3 من الثوم. واول ما الزبده لونه يبدا يدخل في مرحله الكرمله، نبدا ناخد الزبده ونوزعها بنفس الطريقه بالمعلقه على الستيك. واحنا هنا بنعمل الحركه دي عشان نضمن ان التسويه واصله لكل مكان قدر المستطاع، مش جنب وجنب. وبعدها نمسك الستيك ونديله تشويحه من كل اطرافه وكل اتجاهاته، والتشويحه هنا المقصود بيها مش اكتر من دقيقه ولا دقيقتين، وبنطبق نفس القصه على عدد القطع اللي معانا، لكن شرط ما بين القطعه والتانيه انك انت تنظف الطاسه عشان ما يبقاش في بواقي حروق يلزق معاك في القطعه الجديده. ونصيحه مني ليك، ما تستخدمش القطعتين جنب بعض، انا كنت بعمل كده برضو زمان واتضح ان ده غلط، لكن الغلط الاكبر انك انت اول ما تطلعها من النار تبدا تقطعها وتستمتع بطعمها، تبقى بتضحك على نفسك زي ما انا كنت بضحك على نفسي زمان. اول ما نطلعها من قلب الطاسه بنسيبها كده تهدى مع نفسها من 5 ل 10 دقائق عشان تفوق من مرحله الصدمه وتفضل محتفظه بعصارتها ما تنزلش منها، وبعدها تتقطع وتسمي الله وتستطعم. طبعا دي درجه تسويه ودي درجه مختلفه عنها، لكن دي اطرى من دي بشويه، تقدروا تسموا ان دي دن ودي مثلا ميديم او ميديم رير، ونسيبها ترتاح ونقطع يا بيه. طب والله دي اكتر مره انا اكلت فيها الستيك صح الصح. وبعد ما اتكلمنا في كل التفاصيل وشرحنا كل التركيات، ربنا يوسع رزق الجميع، وكالعاده ايها الساده بندعي لامي والاخويا والامواتنا بالرحمه، ونصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبكم يطيب، ومساء الزبده على الجميع.